مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كورية في الذاكرة. اليوم بغيت نتكلم على فريق الأحلام وفريق الجيش الملكي اللي عشقوه المغاربة. فريق الجيش الملكي لبداية ومنتصف الثمانينات. فريق الجيش الملكي اللي كان فريق الأحلام، وكانوا عاشوا معه المغاربة ملاحم خلال مقابلات إفريقية، ونال من خلالها أول كأس إفريقية كفريق مغربي سنة 1985. فريق الجيش الملكي اللي قدم لنا مقابلات رائعة، وكل المغاربة كانوا عاشقوا فريق الجيش الملكي في تلك الفترة من بداية الثمانينات وحتى نهاية الثمانينات. كان فريق عتيد وفريق صعيب باش ننتصر عليه، نظرا للنجوم اللي كان كيمتلكها فريق الجيش الملكي. ولا بد من ذكر التشكيلات النموذجية: الحارس حميد، ومن بعده الحارس البرازي المرحوم الرموكي، المريس، حسينة، حمدي، دحان، شيشة، هيدامو، حليم، الغريسي، التيمومي، خيري، الفضيلي، ثم المساوري، بودراع، التهامي، أنفلوس، العزيز، الشمامي واللوزي. كان صعيب باش تلقى المكانه ديالك في فريق الجيش الملكي بدايه الثمانينات، وليس كمثل اليوم فريق عادي. انا بالنسبه لي اصبح فريق عادي، وهاد الاجيال اللي كتعشق فريق الجيش الملكي خصهم يرجعوا للماضي ديال فريق الجيش الملكي اللي كان فريق الاحلام ومتعنا، وكانوا لاعبين كبار كانوا كيمثلوا المنتخب الوطني المغربي من فريق الجيش الملكي، وعلى رأسهم الجوهرة السمراء محمد التيمومي الله يشافيه، اللي حاز على الكرة الذهبية سنة 1985. وهنا كنشوفوا الصورة ديال استقبال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله لفريق الجيش الملكي، لأن فريق الجيش الملكي كان حاز على كأس إفريقيا خارج الديار، ومن ثم طار إلى فرنسا حيث كان يتواجد الحسن الثاني واستقبلهم استقبال الأبطال. وهنا كنشوفوا العناصر ديال فريق الجيش الملكي، بعض العناصر اللي غادي ندرجوهم لان فريق الجيش الملكي كان متكامل. الا ان فريق الجيش الملكي امره كيحير اليوم، فريق اللي عنده ارقى مراكز التكوين الاولى افريقيا، وكتضاهي حتى مراكز التكوينات في العالم، ولكن حنا كنشوفوه اليوم فريق عادي. فريق عادي علاش باين الان؟ لان فقط لان البطوله ضعيفه، البطوله المغربيه ضعيفه اليوم. هذاك الشيء علاش فريق الجيش الملكي هذا الفريق اللي انا خاصو يحوز على جميع الالقاب نظرا لمراكز التكوين. وحرام بان فريق الجيش الملكي كيلقى صعوبات في البطوله الوطنيه مع فرق ما عندهاش ملاعب للتدريب. اما فريق الجيش الملكي فكل شيء متوفر ليه وما يحز في النفس، وهو ان فريق الجيش الملكي فتح بابه على اللاعبين الاجانب. وحنا كنرفضوا هذه العمليه هذه. علاش؟ لحساسيه مكانه فريق الجيش الملكي عند المغاربه. المغرب الحمد لله فيه النجوم، خاص غير المسؤولين ديال فريق الجيش الملكي خاصهم ينتشروا في ربوع المملكه المغربيه، وراه كاينين النجوم اللي قدروا يجيبوهم المراكز التكوين ديال الجيش الملكي، مثل ما حدث مع اللاعب ودوش اللي جابوا العزيز من تادله، تهامي اللي جاب من وزان. يعني شي حاجه، سؤال يطرح على الوضعيه ديال فريق الجيش الملكي، لانه فريق عادي بالرغم من انه حاز على البطوله السنه الماضيه، وهو في طريق مره اخرى في طريقه نحو التتويج هذه السنه الى ما حدث شي معجزه. ففريق الجيش الملكي حرام يتقصى من الادوار الاولى في اقصائيات كاس افريقيا من فرق افريقيا فقيره ما عندهاش مراكز تكوين كما المركز ديال فريق الجيش الملكي. وحنا كمغاربه ما دمنا عشنا الملاحم مع فريق الجيش الملكي، فاحنا بغينا الصوره، بغينا المكانه ديال فريق الجيش الملكي ترجع لهذا الفريق العتيد، الفريق العريق. وما دمنا كنتكلموا على الماضي ديال الجيش الملكي فكنتذكروا تلك الحادثه
المؤلمة اللي وقعت الجوهرة التيمومي نهار أصابه هذاك المهتوه، هذاك اللاعب ديال المدافع ديال الزمالك، ديال فريق الزمالك المصري، اللي هذاك جا خصيص، دخل خصيصا باش يعطب تيمومي. وباقي نعقلوا هذاك السبت يعني ما تعشيناش وما نعسناش مزيان. علاش؟ لان التيمومي كان اصيب بكسر خطير، وهو ما زال كيحملوا اليوم في الرجل ديالو، الله يشافيه. فريق الجيش الملكي فريق المغاربه اجمعين، يعني بغيناه يرجع للمكانه ديالو مثل ما وقع في بدايه الثمانينات حتى النهايه ديال الثمانينات، ملي كان حرز على بطولات وعلى اول كاس افريقيا سنه 1985 كفريق مغربي كيحوز على اول كاس افريقيا، وكان مشبع بالبطولات. وهانتم تشوفوا اللياقه البدنيه كيفاش كانت عند لاعبين الجيش الملكي، في شخص عميد الفريق انذاك حمدي اللي كان توعد اللاعبين المصريين لاعبي الزمالك نهار توعد تيمومي في مقابله الزمالك، وكان غضب اللاعب حمدي، وكان قال واحد الكلمه اللي بقات تاريخيه، قال لي حتى واحد ما غيخرج من هذا الملعب هذا نمركب مولي عبد الله بالرباط بسبب هذيك الوعكه اللي وقعت للتيمومي، الله يشافيه. وهذه رساله كنوجهوها للمسؤولين ديال فريق الجيش الملكي، اعيدوا لنا فريق الجيش الملكي كما سابق عهده في بدايه الثمانينات واواسط الثمانينات واواخر الثمانينات. اعيدوا لنا فريق الجيش الملكي كما كان، كل شيء متوفر، التكوينات. هل هناك من خلل